ازيكم يا أصحابي عاملين ايه؟ يلا بينا نسمع حكاية النهاردة، وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو. بص يا سيدي، أنا كنت شاب عادي جدا، اسمي كريم، ومخطوب لبنت زي القمر اسمها نانسي. بنت مهذبة وكل حاجة، بس عندها مشكلة صغيرة، بتحب المفاجآت أكتر من نفسها. يعني ممكن تعيط لو جبت لها هدية من غير ما تقول لها، بس لو قلت لها استنى بقى هتموت فيك. فقلت خلاص، المرة دي أنا اللي هعمل لها مفاجأة محترمة. هروح بيتهم من غير ما تعرف وادخل أقول لها. قلت الكلام ده لصاحبي سامح، اللي معروف إنه المستشار العاطفي، رغم إنه عمره ما حب في حياته غير الفول والطعمية. قال لي اسمع يا كريم، المفاجأة لازم تكون جامدة، روح ومعاك ورد وبالليل علشان الجو يبقى رومانسي. قلت له طيب أبوها ممكن يكون موجود؟ قال لي ما تقلقش، أنا معايا خطة، هنلبسك طاقية وتدخل من الجنينة زي الأفلام. قلت له ماشي يا عم سامح، نعيش اللحظة بقى. يوم المفاجأة لبست أحسن طقم عندي، جبت وردة حمرا شكلها كرتوني شوية، وطلعت على بيت نانسي. سامح كان مستخبي ورا عربية وبيشاور لي كأني في مهمة رسمية. دخلت من الجنينة بالعافية، وفجأة الكلب بتاعهم شافني. كلبهم اسمه كوكي، وده مش كلب، ده أسد في جسم كلب. فضل يجري ورايا وأنا ماسك الورد وبجري، ونانسي من فوق في البلكونة بتزعق مين ده يا بابا؟ حرامي حرامي، وأنا بجري وبزعق نانسي أنا كريم، أنا كريم يا بنتي. بس محدش سمعني غير الكلب. الراجل أبوها طلع بشومة، وأمها جايبة بخاخة مية زي اللي بيطردوا بيها القطط. الموقف سخن جدا، والكلب مسكني من البنطلون وأبوها بيزعق هاتوه هاتوه يا رجالة. قلت خلاص دي نهايتي. وفجأة سامح قرر يظهر البطولة، ودخل من ورا السور بيقول سيبوا الراجل ده وما كملش الكلمة. الكلب سابني وجري عليه، وأنا استغليت الفرصة وجريت على البوابة وخرجت زي الصاروخ. تاني يوم نانسي اتصلت بيا، بتقولي هو أنت كنت داخل عندنا بالليل؟ قلت لها كنا بنعمل مفاجأة. قالت لي أبويا بيقولك المفاجأة الجاية هتبقى في الاسم. ومن يومها قررت إن المفاجآت دي مش ليا خالص. لو عايز مفاجأة أو عايز أفاجئها، هفتح لها واتساب وأقول لها مفاجأة بحبك وخلاص. فيا جماعة نصيحة مني، لو حبيبتك بتحب المفاجآت اعملها على قدك، مش لازم تدخل بيتهم بالليل. وأنا كريم، وده كان يومي اللي بدأ بالحب وانتهى بعضة من كلب اسمه كوكي. لو القصة عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعمل لايك للفيديو.